زوج اسماء عزيزي المشاهد راهم دايرين ضربة ضجة كبيرة في السوشيال ميديا واللي هما ريفكا وانيا. وانا راني حاسس باللي كاينه حاجه بيناتهم عزيزي المشاهد كيما صرا مع اسامه مروه وشيرين. وهنا الناس كامل راها باغيه تعرف واش كاين بين دي زوج، خصوصا بعد ما تبارطاجاو حلقات من المسلسل المهاجر اللي زادوا بانوا بزاف تلميحات كيما في اللقطه دي. الو، هذا وين؟ البروغرام تاعي كان شارجي. شارجي. على حبيتي رقدي؟ ونرقد بلا ما نهضر معاك. تحس باغي هكاك جات اللقطه دي؟ نو نو نو, نو. كاين سر. فاليوم راح نحللوا كل شيء ونكتشفوا اسكو كاينه حاجه ولا كامل دا الشيء مجرد انهم يجيبوا فيوز وباه ينجح المسلسل تاعهم، فخلونا نكتشفوا. اول حاجه صحه فطوركم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. انا عارف اعزائي المشاهدين باني طولت عليكم مده طويله ما حطيت حتى فيديو، مده تقريبا 9 شهور كامله ما حطيت حتى فيديو، والله مده طويله الصح، ولكن قاعد نشوف تعليقاتكم وتفاعلكم على المقاطع، فشكرا لاي واحد قاعد يدعمني في القناه دي، وان شاء الله ما راحش نعاودوا نقطعوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي شكون هو ريفكا وشكون هي انيا دي. ريفكا هو صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه في الانستغرام، وهو راه كاتب انه بيرسوناليتي بيبليك معناها شخصيه عامه، وراه كاتب انتربرينيور معناها مقاول ولا رجل اعمال هكاك في ذا السياق. ديك كتبها كيف تفتح الشركه تاعو تاع الشيبسي سميتها ريفكوز. وراه كاتب ثاني اكتور اللي باينه ممثل كيف ما نشوفوا راه يمثل في المسلسل ده اللي راح نحكوا عليه. وفي الاخير راه كاتب ديجيتال كرياتور معناها صانع محتوى. وانيا نخلوها هي تعرف بروحها. اسكو tu peux te présenter للناس اللي ما يعرفوكش؟ اوكي. فوالا، شكون هي انيا؟ سلام، شكلك لاباس؟ اكيد بزاف كيوت. خلاص لا نحبس سيبون والله غير الاخرى. انا انيا حميد، ممثله وصانعه محتوى وإتيديونت. سي بون خلاص هادو ما كفاوكش. علاش قاعد؟ هذا ما كان صافي. وباه يكون في علمكم انه انيا دي هي بنت رضا سيتي ساز، وده هو نفسه المخرج تاع المسلسل المهاجر. المهم بعد ما عرفنا شكون هو ريفكا وشكون هي انيا ندخلوا في الموضوع على طول. دروك بداو تركزوا معايا. اول ظهور لانيا مع ريفكا مؤخرا كان في ذا المقطع اللي حطوه يوم 6 فيفري واللي كان بعنوان كواليس مسلسل المهاجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام، شكلك لاباس؟ بخير. روحوا تشوفوا معنا لي كوليس تاع المهاجر. 3 2 1 اكسيون. عرفتي تسوقي فيلو؟ شوف A few moments later. عرفتي. ريفكا في الريز الاول اللي معاها تشوفوا كيف ميت بالسعاده. حنا رجال ونعرفوا بعضانا ونعرفوا الحركات دو مليح فاهم كيف. والريز ما نقولش لكم كيف تطرطق في الانستا باسكو دا حتى شي مقارنه بالشيء اللي راه جاي. المهم خلاص بينا المشاهد شويه لقطات من الكواليس وحاجات ديك، وبعدها ب4 ايام فقط 4 ايام عزيزي المشاهد حطوا ريز واحد اخر وهو يرقص على اغنيه وباين من وجهه باللي راه في قمه السعاده احبتي في الله. وبعدها بوعد اخر 4 ايام عزيزي المشاهد عاود حط ريز، ومن ريز دا خلاص الجمهور الجزائري نجنوا خصوصا في اللقطه الاخيره. خلونا نشوفها. يعطيكم صحيتو، عاوناتك بزاف. هنا راح تسأل عزيزي المشاهد وتقول علاه ريفكا راه لابس طبليه، ونقول لك انا نروح وماش عارف علاه راه لابسه وهو ما راح يدير والو. معليش خلونا نكمل الفيديو. عاودتي باش نفاقي دي الله يبارك. تكلم عليه. نروحوا لا ديغستاسيون. يا رايك بكل صراحه انيا؟ شحال بنين. بارك الله. لا بغربي صحتك وميرسي. هادي مغرفه مرتاحه. انا دختو ديجا صحي درتو انيا. شحال بنين. وانا على دروك قاعد نضحك والله ما على بال. المهم اللقطه دي شاعت الناس كامل دات الريلز قطعت اللقطه دي وتبارطاجات، وبعدها ريفكا كان يصبر 4 ايام بعد يحط معها ريلز كيف ما شفنا. دروك خلاص قلص الفارق اليومين وقال واش نستغل الفرصه مليح وحطوا ريلز، وكيما العاده الريلز طرطق كان كل ريلز يحطوا يطرطق على اخوه. فدا على قلت لكم داك الريلز الاول ما كان والو بالشي اللي راه جاي. فالريلز ده اللي تحط كان عنده 6 جرم اللي تحط وصورت الفيديو ده وشوف واش قال ليها فيها. الريلز ده كان عباره عن انهم يجاوبوا على اسئله الشائعه اللي كان يطرحها الجمهور كي شافوا الفيديوهات دوك تاعهم مع بعض من قبل. خلونا نشوف. مي خارج الجزائر ديال. وي سي ما بروميير. داير سيتي لان دي ميور سونير تاعي ما قلتهاش. سيتي كي كنا نتورني في لي شونزيليزي في باري. شنو كي شغل تمشي ايكيب تكنيك وتما كاين بزاف لي زالجيريان دونك شغل كانوا يتلاقوا بيه. دونك سا ما في فريمون بليزير. دونك ليكسبيريونس تاعي على برا سيتي بيان. ابار البرد سيتي اكسيلون. انا اوري فون دا بلاصتي.
تابعونا في رمضان وشوفوا كاع الحلقات. صح رمضانكم، صح رمضانكم، صح فطوركم، صح سهركم. صح كل شيء. هذه كيستون تاعك. انا تدري في الدموع. دري في الدموع نحبك. وهنا مع قال لها نحبك. شفتوا كيف تصدمت؟ يا دلالي يا دلالي. بصح كيف راح تصدم وهي عارفه؟ البنات دوا على بالكم خطيرين، هما ما يبينوش، يديروا رواحهم مش عارفين وخاطيهم والحاجات دي، ولكن هما يروحوا من تحت لتحت. شفتون بعد ما يديها وتفكروا الكلام ده مليح، ما يديها تقول لي انا كنت ندير هكاك. كيف هي مصدومه والناس كامل عارفه ومتوقعه الشيء ده. معليش خلونا نقولوا مش عارفه، ودي اول مره يشير ليها. وفي الريلز ده اللي عنده يومين فقط من اللي حطوا. ارحم والديكم بيناتنا، ها كاش انسان فيكم ينجمعش بلا البومبونه ديالو. صراحه ما كاش انسان يقدر يعيش وحيد في دي الحياه ريفكا والله. وكيف ما راكم شايفين كيف قاعد يشوف فيها، شوفوا كيف قاعد يشوف فيها، وجايب الورد مدعم الحاله. ريفكا يستغل الفرصه عزيزي المشاهد، وتقول لي باللي هنا مازال ماش عارفه باللي راه يبغيها. امبوسيبل، ما كاش منها عزيزي المشاهد. والشيء اللي اكد الكلام ده عزيزي المشاهد هو انه هي قبل ساعتين بارطاجات دي الفوطو، ودي الفوطو انا نقول لكم بالعاني بارطاجاتها باش تشوف اسكو راح يغير ولا نو، وكيف راح تكون الرياكشن تاعو. ولقاو اول تعليق تاع شكون؟ ريفكا. شوفوا واش حاط زعفان كي تصورش مع السيد ده اللي سميتو فيصل. السلام عليكم. ما كان سلام عليكم ني والو. واش كاين؟ مش هذيك التصويره درتيها في انستغرام؟ ما فهمتش. اما بوست. اما بوست. اما بوست تاع رؤوف. الو تاع رؤوف. ومع تهبط شويه بالتعليقات تقرا واحده سميتها زينب. شوف واش كاتبه. يا انيا داك يشوفك اللي هاجر وخلاك، وردت عليها وكتبت شافها. دروك عزيزي المشاهد اكتشفنا باللي الصح كاينه حاجه بيناتنا، بصح راح نزيدو نكتشفوا. فاهم كيف؟ هيا دروك انا فهموني، دروك فهموني. واللي مش فاهم دي تاع هاجر وخلاك اللقطه من المسلسل تاعهم اللي كانت تسنى يجي يعقد وهو راح وخلاها. المسلسل ده انا شفت غير الحلقه الاولى، وبصراحه انا خاطيني المسلسلات. انا دخلت المسلسل ده غير باه نتاكد فاهمين كيف. بصح قالوا لك بان المسلسل ده راه يعكس واقع اجتماعي. اما لا قول لي واش راه يصرى في الطب. شوف حنا مازال ما نهضروش على القضيه دي حتى يكمل المسلسل كامل. فاهمين كيف؟ باسكو بالك راح يغيروا بزاف حاجات. انت واش تعرف؟ بالك راح يغيروا بزاف حاجات. شفتوا المسلسل الحقيقي هو اللي راه صاري في الواقع. اذا كان غير على جال الفيوز واش راح نقول لك مثلوا فيه خير من المسلسل بنفسه. واذا كانت حقيقه واللي احنا متاكدين منها 100% باللي حقيقه، فواش راح نقول لك يستاهلوا. فاهم كيف؟ المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. على بالي عجبك المقطع واستمتعتوا فيه، فما تنساش انك دير لايك وتشترك في القناه اذا اول مره تشوف قناتي. راهم جايين حلقات فري خرافيين وراح تستمتعوا فيهم. ففعل رمز التنبيهات بيوصلك الفيديوهات جديده، ونشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. ليتس جو.